ازيكم يا امارات؟ يلا بقى نكمل عزومتنا الجزء التاني ونقول بسم الله ونبدأ على تتبيلة الدبابيس والبانيه. عندنا بصلاية مفرومة فرمة حلوة كده. خلاص، واحدة زبادي. بس بقى يا جماعة هتلاقوني بحط توابل حبة حلوين. بس دي الوصفة، صدقوني ان انا بستخدمها دايما في الفراخ، في الفرن، في البانيه. خلاص، هحط زبادي وهحط معلقة مستردة، معلقة حلوة، لأن الكمية دي أنا بعملها لحاجتين يا جماعة. بس طبعا اللي هيفرق البيض للبانيه. معلقة فلفل أسود، معلقة بصل بودر، وتوم بودر، وبابريكا. خلاص، مش عايزة أطول عليكم. أنا طبعا بحطه بالويم كده، بس يا جماعة أنا ببقى عارفة أنا بحط ايه. خلاص، يعني أنا ايديا اتعودت. خلاص، هقلبها بقى تقليبة حلوة كده. دول شوية لبن بيطروا جدا الفراخ يا جماعة والبانيه مع الزبادي. الملح بتاعنا على حسب الرغبة، بس طبعا حطوا ملح معتدل دايما في الأكل. دي صويا صوص، أنا هحط معلقة برضو كبيرة. خلاص، لبن وزبادي بيطري الفراخ، بيخلي لونها حلو جدا. زي ما كده بنحب نشوح الحمام في القشطة، بيديله لون وطراوة حاجة كده. الله، الواحد نفسه راحت للحمام. عايزين نبقى نعمل حمام ايه يا بنات يا حلوين مع بعض. خلاص كده انا خلصت التتبيله. دي الدبابيس كانت ما شاء الله دبابيس حلوه عندي، حجمها كويس وكبير. شقتها كده بالطول طبعا بعد ما غسلتها في المحلول بتاعها وظبطتها وكانت زي الفل. هبتدي بقى احط عليها ايه؟ الخلطه بتاعتنا. تمام. طبعا بصوا هخليها من كل حته. والتتبيله دي يا جماعه، بصي بقى، عندك عزومة مش عندك هتنفعك جدا وسريعة، والتوابل اللي فيها بتبان في الطعم. بس أنا بحب جدا أتبل الحاجة قبلها بيوم عشان تاخد من الطعم جدا فيها. بس هما كانوا 5، بس الدبوس ما شاء الله كان حجم ورك، كانوا كبار. تمام، نيجي بقى للبانيه بتاعنا. خلاص، أنا كان عندي كمية كانت كيلو بانيه، كمية كبيرة. حطيت بضاية على التتبيلة، مش هحط أكتر من كده. خلاص، وكنت غاسلة بقى البانيه، هحطه كله. واي كمية من البانيه تفضل عندك عادي جدا تعمليها بالبقسماط، تحطيها ما بينها وما بينها اكياس، او تحطيها بتتبيلتها في الفريزر. دي تطلعيها تفك، تحطيها في البقسماط وتبقى جاهزة ايه معاكي. في الحالتين كده ينفع وكده ينفع. تمام. طريقة سهلة وبسيطة. هنا بقى خلاص مش هينفع بالمعلقة، استخدمي بايدك بقى. عندك جوانتي ما عندكيش، انتي بتبقي غاسلة ايدك واقفة في المطبخ. خلاص، بتقلبيها كويس جدا جدا جدا. خلاص، طبعا التتبيلة بتاعت الفراخ دي بتاعت الفرن هتحبي تزودي عليها بس حاجة من التوابل، تحطي لها حبهان ورق لورا. مش عايزة، فهي التتبيلة كويسة جدا جدا، مش محتاجة اي حاجة تاني. وبرضو البانيه لازم تسيبيه في التتبيلة ياكل، يعني ياخد من الطعم كويس قوي بالبيض بتاعها وكله ايه. تمام. انا كده خلصت. طبعا الدبابيس بتدخل الفرن تستوي معاكي خلاص، انتي مش محتاجة اي حاجة. البانيه بس لازم نحطه في البقسماط والدقيق. هنا انا حطيت بقسماط خلاص، وعليه فيجيتار. تمام، هي الخلطة بتاعتي بحط بقسماط وفيجيتار ومعلقة دقيق. خلاص، سنة شطة على حسب ما انتي عايزة. ممكن تحبي، في ناس بتحب تحط نشا، بس انا مش دايما بحط نشا، حتى لو حطيت احط حاجة بسيطة اوي. خلاص، بتحبي تريحي نفسك بقى، في انواع فيجيتار بتبقى جاهزة جاهزة جدا، انتي على طول تحطي فيها الطبخة وخلاص. بس هفضل احطه بقى كده، اخلص كل الكمية خلاص في البقسماط وارجع لكم. طبعا انا ما عملتش كل كمية البانيه، هو كان كيلو، انا عملت بس نص كيلو. هي كانت طبعا عزومة، لكن صاحبتي كانت هي واولادها، لكن هم صغيرين،
فأكلتهم كانت صغننة جدًا، اللي هياخد قطعة دبوس مش هيكمّله، واللي هياكل قطعة بانيه لو كلها يعني نبقى حمد ربنا. فكنا طبعًا أفراد الحمد لله يا رب الأكل كان كَفّى وزيادة والله. آمم يعني تبارك الله كان حلو جدًا وكتير كمان. إحنا كنا تقريبًا 9 أفراد، بس ما شاء الله والله فعلًا اتفضّى عندي أكل كتير جدًا. هابتدي بقى أقلي البانيه بتاعنا، طبعًا يا جماعة البانيه الزيت بتحطيه على النار بس ما تخلّيهوش يقدح أو يبقى سخن أوي، عشان لو حطيتيه سخن أوي بيفصل التتبيلة عن البانيه، فاهميني إزاي؟ بس، لكن بنخلّيه إيه، كده ونروح إيه معليين أول لمّا إيه، نحط البانيه. خلاص بعد كده بقى هو بيبقى سخن معاكِ بتوطّي عليه وأنتِ بتطلّعي عقبال لمّا تحطّي يكون هدي عن العادي وبعد كده تعلّي تاني، وهكذا. خلاص هنقلي كل الكمية بتاعتنا ونروح للملوخية الأمورة الكتكوتة. نص كيلو ملوخية يا جماعة على كوبايتين شوربة، لقيتيها تقيلة بتبقي محضرة جنبك نص كوباية. دول نص كيلو ملوخية أنا طبعا فرماها، إذا كان كيس أو إذا كان سايب النص كيلو عليه كوبايتين ونص شوربة، بس الأول بتحطي كوبايتين وبعد كده النص. خلينا نركز في النقطة دي كويس أوي أوي يا جماعة، ما تنسوهاش. تمام. بس هبتدي بقى اقلبه، طبعا انا بحب اقلبه بالمضرب خلاص عشان افك خالص الملوخية. خلاص انا مش هفضل اعمله كده. هو بصوا كان المضرب هو اللي موجود هنا. بقى الطشة الجميلة بتاعتنا، معلقتين سمنة كبار ومعلقتين توم حلوين كبار. ملوخية يعني توم، اديله توم توم توم. خلاص زيه زي الكبدة، بحبه التوم جدا. طبعا هنقول بقى كولونا مش كولونا، خلاص بقى يا جماعة نكون طبعا محضرين بقى برطمان الكمون الكزبرة سوري. هنا لقيت محتاجة شوية دهون فحطيت شوية زيت، مرضتش احط سمنة تاني عشان متبقاش تقيلة. خلاص طبعا الشوربة بقى بتاعت الملوخية زي ما تحبي، على لحمة على فراخ، بس هي بتكون على دايما فراخ بتكون ألذ يعني، بالذات شوربة. بس طبعا زي ما انتوا بتحبوها، لو في بط يا سلام. هنا بقى نزلت بمعلقة كبيرة مليانة كزبرة. كان الثوم قرب لونه يبقى دهبي كده، ما استنيتش عليه قوي خلاص لان مش عايزينه يتحرق، عايزينه يبقى لونهم هما الاتنين دهبي. وموطية على الملوخية، ما تنسيش ما تعليش عليها عشان ما تسقطش منك. وهوبا كده خلاص ملوخيتنا جهزت وعزومتنا خلصت. احلى عزومة، اسرع عزومة تقدري تعمليها. كل ده ما يتاخدش منك ثواني. هي الملوخية اللي هنعملها في وقتها او الشوربة، دول ما ينفعش نعملهم ونركنهم يا جماعة، لازم يبقوا طازة. والف هنا وشفا. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس، يكتب لي كومنت حلو. وده كان منظر السفرة بتاعتنا الهايلة، ملوخية ومحشي بتنجان وفلفل اسود ومخلل بتنجان والبانيه والدبابيس، والف هنا وشفا على قلوبكم.